غنبداو دابا غادي نعطي الكبله ديالي الماكله. هاد الكبله راه عندها الزغاليل وفهمتوا يعني مزيانه بزاف 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 بزاف. هاد الوصفه هادي يعني اصدقائي، هاد الوصفه هادي الشنابر ديالنا كيطلعوا صحاحين، يعني كيطلعوا صحاحين 100% لانها غنيه بالكالسيوم، فيها فيتامينات. الوالدين ديالهم كيجيو ياكلوهم ماكله اللي هي رطبه، يعني سهله انهم يوكلوا الزغاليل ديالهم. يعني اصدقائي مفيده بزاف بزاف، لا للطيور الكبارين ولا للشنابر صغارين. السلام عليكم اصدقاء، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى الحيوانات ديالكم كاملين يكونوا بصحه جيده. ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اصدقائي بغيت نشاركه معكم. اليوم غادي نحضر واحد الوصفه للطيور ديالي، وهاد الوصفه هذه معتمده عندي، يعني كنقدمها للطيورات ديالي فتره ديال التجهيز او الفتره ديال اللي كيكون فيها الزغاليل، او يعني في الايام العاديه. فانا هاد الوصفه هذه كنقدمها لهم كوجبه اللي هي اساسيه للطويرات ديالنا. وهاد الوجبه هذه فيها واحد المكون اللي هو اساسي للطويرات ديالكم، وضروري ما تقدموه للطويرات ديالكم لانه فيه منافع كثيره. وهذا المكون هذا هو حب رشاد. حب رشاد الاخوان بزاف ديال الناس ما كيقدموش للطويرات ديالهم، ما عرفتش علاش، مع العلم انه فيه بزاف بزاف ديال الفيتامينات ومفيد للطويرات ديالنا. كما اننا حنا كنستعملوه، يعني كنستعملوه في الوجبات ديالنا، وكنستعملوه حتى في الادويه، يعني كنعالجوا به يعني العلاج اللي هو طبيعي. فاصدقائي حب رشاد عنده فوائد كثيره بالنسبه للطيور، لا من ناحيه التغذيه ولا من ناحيه الوقائيه او العلاجيه. فاول حاجه اصدقائي، قبل ما تقدموا اي مكون طبيعي للطيور ديالكم، ضروري ما تعرفوا المميزات ديالو، يعني تعرفوا على الفوائد ديالو، كيفاش تستعملوه للطويرات ديالكم، المقدار ديالو. فاول حاجه حنايا غادي نتعرفوا عليها بعدا قبل ما ندوزو الوجبه اللي هي وجبه متكامله للطويرات ديالنا، ضروري ما نعرفوا شنو هما الفوائد ديال حب رشاد، وكذلك نعرفوا حتى المكونات اللي فيه. فاول حاجه اصدقائي خصنا نعرفوا بعدا هو شنو هو حب رشاد. اصدقائي حب رشاد كيحتوي على احماض دهنيه وعلى زيوت وعلى سمك وعلى الاوميغا 3 والاوميغا 6. ايضا اصدقائي حب رشاد مضاد للاكسده، غني بالاملاح المعدنيه بحال الحديد، بحال الكالسيوم، بحال الفوسفور، المغنيسيوم، فيتامين الف، فيتامين باء، فيتامين ياء. يعني فيه بزاف ديال الفيتامينات اللي هي مفيده للطويرات ديالنا، فيه بزاف ديال الفيتامينات اللي انا ما ذكرتهاش اصدقائي. من بعد ما تعرفنا اصدقائي على حب رشاد، غادي نعرفوا بعدا الفوائد ديالو. فحب رشاد اصدقائي عنده فوائد كثيره على الطيور ديالنا، ومن بين فوائد حب رشاد اللي هي بزاف ومتعدده وما يمكننيش اني نذكرها كامله في الفيديو، هو انه مقوي. اول حاجه مقوي المناعه ديال جسم الطائر. ثاني حاجه اصدقائي محفز للتزاوج، يعني كيحفز لنا الذكور على التزاوج. ايضا اصدقائي منشط للمبيض عند الانثى، طارد للديدان والبكتيريا والفيروسات اللي كتكون عند الطيور، مفيد للجهاز الهضمي، مقوي للعظام، مخلص لجسم الطائر من بعض السموم اللي كتكون يعني موجوده فيه، فاتح الشهيه، طارد للغازات وطارد للديدان كما ذكرت، ومنشط للجسم بالدرجه الاولى. وايضا حب رشاد اصدقائي مضاد للفيروسات ومضاد للالتهابات. بعد اصدقائي ما ذكرت الفوائد المهمه ديال حب رشاد اللي هو ضروري ما نقدموه للطويرات ديالنا، دابا غادي ندوز مباشره، غادي نوجد الوجبه الغذائيه للطويرات ديالي اللي المكون ديالها الاساسي هو حب رشاد. لان صراحه هاد الساعه راه فيهم الجوع بزاف، ودابا خصني مباشره نمشي نحضر لهم الوجبه باش نقدمها لهم ان شاء الله. وغادي نوريكم الطريقه وكيفاش تقدموا حب رشاد، لان حب رشاد ضروري ما تقدموه بواحد الطريقه باش يستافدوا منه الطويرات ديالنا، ماشي غنقدموا لهم كما يعني جانا في عقلنا، لا، ما يمكنناش نقدموا حب رشاد هيدا وصافي. خصنا الطريقه اللي نستافد منها الطائر ديالنا من حب رشاد. ونبداو اصدقائي على بركه الله. كما كتشاهدوا هنايا عندي جبيله مسلوقين، وهنايا عندي حب رشاد اللي طحنته انا، يلاه طحنته باقي يعني سخون. من الافضل انكم من تبغيو تقدموا الطيور ديالكم حب رشاد، حاولوا انكم تطحنوه ديك الساعات لانه كيكون سخون ودغيا كيتخلط لكم مع البيض وكيندمج لكم مع البيض، باش الطويرات كتجيهم يعني سهله انهم ياكلوه. بالنسبه لي انا طحنت هذه الكميه، هذه الكميه كامله ما غاديش نعملها كامله طبعا، غادي نعمل منها غير واحد المقدار اللي غادي نوريكم في الفيديو. اول حاجه اصدقائي غادي نقشر بعدا البيض، وغادي نفصل القشره
على البيض كما كتشوفوا معايا. فالبيض اصدقائي مفيد بزاف بزاف للطويرات ديالنا، غني بالبروتينات وفيه حتى الكالسيوم. فالبيض شي حاجه اللي هي اساسيه نقدموها للطويرات ديالنا. فكما كتشاهدوا غادي نقي انا هذا البيض هذا دغيا، نحاول انني نزرب الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. هنا اصدقائي غادي نبشر البيض، غادي نبشروه في الحكاكه. من الافضل انكم تبشروه، لان الا خليتوه طروفه كبار كيجي صعيب انه يندمج لكم مع حب الرشاد. وحاجه اخرى، حتى الا كانوا عندكم مثلا الفريخات، يعني عندكم الطيور كيوكلوا الفريخات ديالهم، فحاولوا انكم دائما تعطيوهم البيض مبشور مزيان باش كيجيهم ساهل انهم ياكلوه وساهل انهم يوكلوا الفريخات ديالهم. ودائما كنلاحظ انني منين كنعطيهم مثلا البيض ماشي مبشور مزيان ما سبحان الله العظيم دائما كيبقى واحد شويه يعني منه. ومنين كنعطيهم البيض مبشور مزيان عرفتي كيطحنوه كياكلوا ديك الخلطه كامله، ما كتبقى منها حتى شي حاجه. دابا اصدقائي غادي نبشر مزيان هذا البيض هذا. وهنا كما كتشوفوا ها البيض ديالي انا بشرته ها هو واجد. دابا غادي نمشي نطحن ولا ندق هذاك القشره ديال البيض. ضروري الاصدقاء ما تدقوا القشره ديال البيض، حاجه اللي هي ضروريه. عمركم ما تعطيو القشره بحال هيدا، يعني عطيتوها بحال هيدا راه ما تياكلوهاش. الاغلبيه ديال الطيور ما تياكلوهاش. من الافضل انكم طحنوها ولا دقوها مزيان 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 باش كتندمج وكتجيهم سهله انهم ياكلوها وكيستافدوا منها لانها غنيه بالكالسيوم. دائما هذه الطريقه المعتمده عندي. هنا اصدقائي دقيت مزيان مزيان القشور ديال البيض. غادي نضيفوا دابا البيض اللي عندي بشرته. كما قلت لكم من الافضل انكم تدقوه مزيان اولا تطحنوه في الماكينه حتى يولي غبره. بهذه الطريقه هذه كيستافدوا منه الطيور وكياكلوه. هنا اصدقائي غادي نضيف حب الرشاد. بالنسبه لحب الرشاد كما قلت لكم انا طحنته مزيان مزيان، يلاه طحنته. ومن الافضل انكم فيما تبغيو تستعملوه طحنوه لانه كيكون سخون ودغيا كيندمج لكم مع البيض. هنا طحنته حتى ولا بودره. بالنسبه للمقدار هنايا عندي 2 بيضات وضعت لهم ملعقه كبيره ديال حب الرشاد. بالنسبه لهذا المقدار اصدقائي غادي يكفيني ل4 ديال الكوبلات حتى ل5 د الكوبلات. المهم 4، يعني الا بغيتي توفي معاهم راه كتقد ل4 د الكوبلات حتى ل5 د الكوبلات. بالنسبه لحب الرشاد وانا وضعت غير ملعقه كبيره كافيه ووافيه ل2 البيضات. الا كانوا عندكم كوبلات بزاف اولا توكلوا كوبلات اكثر فغادي تضعفوا يعني المقدار. وبالنسبه شحال مره كنقدموا الطيور ديالي، انا كنقدموا كل مره في 10 ايام حب الرشاد، مره في 10 ايام اصدقائي. يمكن لكم تقدموا البيض بزاف ديال الحاجات يعني من غير حب الرشاد، ولكن ضروري ما تدخلوا حب الرشاد للطويرات ديالكم في الاكل. يعني في النظام الغذائي ضروري تقدموا الطويرات ديالكم حب الرشاد، شي حاجه اللي هي اساسيه ومفيده لا للطيور ديالنا ولا للشنابر ديالنا. بهذه الطريقه هذه اصدقائي كياكلوها الطويرات ديالنا لان كلشي مطحون وكلشي مندمج مع البيض. يعني حتى عمركم ما عطيتوهم حب رشاد فبهذه الطريقه هذه غادي ياكلوا حب رشاد وغادي يستافدوا منه لا الطويرات ولا يعني لا الطيور الكبارين ولا الشنابر. فكما قلت لكم فهي غنيه بالفيتامينات بالاملاح معدنيه. ومن بعد ما وجدت الماكله ديالنا غادي نقدموها للطويرات ديالنا بالصحه والراحه. ونتمنى الفيديو اصدقائي يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالدعم والضغط على زر لايك. ما تنساوش الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا وتنضموا للعائله ديالنا باش نستافدوا كاملين. اي سؤال اصدقائي عملوا لي كتبوه في التعاليق او ادخلوا عندي انستغرام او ادخلوا عندي الصفحه ديال الفيسبوك، راه حتى هي كنكون كنجاوب فيها وكنزل فيديوهات. واخا انا صراحه كسوله بزاف في الفيديوهات ما كنصورش بزاف وما كنحطش بزاف، ولكن لظروف يعني الانسان عنده ظروف وعنده مشاغل. فالحمد لله بعدا انا كننزل بعدا فيديو في السيمانه الحمد لله. فيديو صراحه كيجيني صعيب بزاف باش انني نصوره، ولكن كنحاول انني نكون دائما حاضره معكم ودائما نفيدكم بالحاجه اللي انا كنقدمها للطويرات ديالي. يعني الحاجه اللي كنقدمها للطويرات ديالي وكيستافدوا منها الطويرات ديالي كنحاول انني حتى انا نقدمها لكم ونصحكم بها باش نتوما تنتفعوا بها وينتفعوا بها الطويرات ديالكم. ما نطولش عليكم الاصدقاء، السلام عليكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.